وبصراحة دي ما كانتش أول مرة يجيلي فيها الجاسوم. قلت لنفسي اهدى يا هيما، مش أول مرة، عد لغاية 10 وهتفك. وبدأت أعد في سر: 1 2 3. وفجأة صوت جاي من الصالة وجاي بيتحرك ناحية الأوضة اللي أنا نايم فيها. صوت رجلين تقيلة جدا كأنه مش عارف يتحرك. وقتها قلبي وقع في رجلي. حاولت أقنع نفسي إن دي هلاوس مخي بيخترعها، بس الصوت كان عمال يقرب ويقرب ويقرب لحد ما وقف قدام باب أوضتي. أنا نايم وشي للباب وعيني متثبتة عليه ومش قادر أرمش أصلا. الباب بدأ يفتح ببطء شديد كأن في إيد خفية بتزق، وفي وسط الضلمة والرعب ده أنا شفته. كان كيان طويل جدا، أطول من سقف الباب نفسه، لدرجة إنه كان موطي راسه علشان يقدر يدخل. لونه كان أسود أغمق من ضلمة الأوضة، ملهوش ملامح. دخل الأوضة والجو تلج فجأة.